مدينة تازا العليا، والتي لاحقتها أضرار جسيمة جراء الحريق الذي التهم كل السلع المتمثلة أساسا في الملابس والأثواب والمواد الاستهلاكية. السنة هذه رأس مال صحيح نشر 40 محل، كل محل فيه ما لا يمكن 50 بليات بدنا فيها ندوي 6 سنوات، وعاد لينا هذا المحل شفتو بنا ما تمشيش، ومجموعة من البوانت تضرب هنايا. فور إشعارها بالحادث سارعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان مدعومة بشاحنات الإطفاء وفرق تدخل متخصصة، وتمكنت وسط صعوبات كبيرة بسبب تشابك المحلات وضيق الممرات تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي البنايات العتيقة المجاورة التي تشكل جزءا من الذاكرة المعمارية للمدينة. حادث خلف حالة من الأسى في صفوف التجار. كنطلبوا من كجمعيه تدخل صارم تاع المسؤولين بهذه الكارثه اللي وقعت، وكنتمنوا الله عز وجل انه يعوضهم خير. وشكرا للناس ديال الوقايه، السلطه الاحوليه، الجميع بها اللي وفى معنا ومساندنا، والتدخل ديال السيد عامل. وكنتمنوا ان شاء الله تكون واحد اللي تخرج التجار هذه من هذه الازمه هذه اللي راهم فيها. في أعقاب الحريق فتح تحقيق لكشف أسباب اندلاعه وسط ترجيحات باحتمال حدوث تماس كهربائي أو استعمال تجهيزات غير آمنة داخل أحد المحلات. حادث مأساوي يعيد إلى الواجهة ضرورة تعزيز مراقبة السلامة داخل المحلات القديمة وتحسين البنية الكهربائية للمدينة العتيقة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأرواح والتراث الاقتصادي والمعماري للمنطقة.